حد عنده الشجاعة يطلع يقول أنا المسؤول وأنا بتقدم باستقالتي لأني فشلت في إدارة المنظومة الرياضية في مصر. مسؤولين عن الرياضة في مصر فضحتونا. منتخب مصر يخسر من منتخب الأردن 3 ويخرج من بطولة كأس العرب. ايه اللي احنا فيه ده؟ احنا ازاي وصلنا لكده؟ انتوا ازاي لحد دلوقتي قاعدين في اماكنكم وعايزين نرجع نعاتب كابتن حلمي طولان واللعيبة؟ ما بدل ما نعاتب دول، ما تشوفوا الاول الفساد اللي في الكرة المصرية وصل لفين، ابتداء من المسؤولين، رابطة الأندية، لاتحاد الكرة. المنظومة في مصر فاشلة. هو احنا ليه مش عايزين نعترف بكده؟ المنظومة في مصر فاشلة، بتعتمد على المجاملات وعدم العدل في كل شيء. ونرجع في الآخر نقول هي الكرة المصرية بعيدة ليه عن الكرة العربية والكرة الأفريقية من اللي بيحصل ومن الفساد ومن المجاملات اللي موجودة في الكرة المصرية؟ حاسبوا المسؤولين. ما هو لو في مسؤول بيتحاسب في في الرياضة المصرية، ما كانش ده هيبقى ده حالنا، ما كانش هيبقى ده هو اللي وصلنا لكده. ده منتخب الأردن ده المنتخب التاني أو التالت، نطلع منه فضيحة، نخسر منه 3 ونطلع في الآخر من البطولة بمنظر منظر خسيس، منظر عرة. اللي احنا وصلنا له ده مين السبب؟ هل هيبقى في عقاب للمسؤولين؟ هل هيبقى في حد هيشيل الليلة، ولا هتعدي زي ما بتعدي حاجات كتير؟ حاسبوا المسؤولين. اللي خلى مصر يبقى منظرها وحش كده وسط العرب ووسط الافريقيا لازم يتحاسب. واللي اخد فرصته وفشل لازم يبتعد عن المشهد الرياضي. لازم يبقى فيه عقاب، لازم المسؤولين في الرياضة يبقى فيه عقاب. احنا في مصيبة سودة،